بغيتي تعرف الطريقة اللي انتصر بها وليد الركراكي ضد المنتخب البلجيكي وتعرف الأسباب الكاملة وراء هذا الانتصار الكبير؟ ما عليك الا تشاهد قناه علاء الدين كره وتبقى معنا في هذا الفيديو. ولكن قبل ما ندخلوا في هذه التفاصيل ما تنساوش انكم تضغطوا على جيم وكذلك تشتركوا في القناه اللي باقي ما اشترك. ماشي شي حاجه كبيره، تمشي تشترك في القناه وترجع تكمل الفيديو، بالاضافه الى ترك تعليق في هذا الموضوع، يعني الاسباب يعني وشنو رايكم في خلاصه ديال مباراه المنتخب المغربي ضد المنتخب البلجيكي. وما تنساوش تفعلوا ديك اللعيبه ديال الجرس حتى هي راه مهمه جدا باش يبقى يوصلكم اي جديد من قناه علاء الدين كره. كيف ما قلت لكم جديد اليوم انتصار المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب البلجيكي ضمن منافسة الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس العالم فيفا قطر 2022. وليد الركراكي دخل المباراة بنقطة واحدة بالتعادل اللي جابه من المنتخب الكرواتي. المنتخب البلجيكي جاب نتيجة الانتصار، انتصار على المنتخب الكندي بشق الأنفس. إذا المباراة بين فريق لديه 3 نقاط وبين فريق آخر لديه نقطة واحدة. المنتخب المغربي بدأ على المستوى الشوط الأول بتحفظ كبير، رجوع بشكل كبير إلى الوراء، ترك المجال للمنتخب البلجيكي في انه يصنع الكرات، في انه يمرر الكرات، في انه يستحوذ على اللاعب. المنتخب المغربي لعب بواحد الواقعيه كبيره على المستوى الدفاعي. اذا المنتخب المغربي استطاع انه في الشوط الاول يخرج بالتعادل 0 لمثله رغم الفرصه الخطيره والهدف الملغي، يعني في الدقيقه 44 هدف اللاعب حكيم زياش اللي رفضوا الحكم بسبب التسلل. كان ممكن ان المنتخب المغربي يلجأ للشوط الثاني بطريقه مغايره. حتى وليد الركراكي اعترف، قال انه فرح من تلغى الهدف. لماذا؟ لان مباشره بعد الشوط الثاني كان المنتخب البلجيكي هيشن هجومات كثيره على المنتخب المغربي، وممكن ان المنتخب البلجيكي يرجع في النتيجه ويسجل هدف التعادل ويسجل هدف الانتصار. في الشوط الثاني كان اداء مختلف عن الشوط الاول. المنتخب المغربي شبر زمام المباراه في بعض اللحظات اللي هي كثيره في الشوط الثاني، وفرض على المنتخب البلجيكي انه يتراجع للوراء في العديد من المناسبات، وخلق فرص كثيره من عديد اللاعبين، لا على مستوى حكيم زياش، لا على مستوى سفيان بوفال، وكذلك يوسف النصيري. كذلك اللعب ديال المستوى الهجومي من الاظهره، لا اشرف حكيمي ولا نصير مزراوي، ساعد بشكل كبير المنتخب الوطني المغربي باش يسيطر على مستوى وسط الميدان في الشوط الثاني. في الدقيقه 68 المدرب المنتخب وليد الركراكي تفرضت عليه اول محاوله للتغييرات، غير اللاعب اشرف حكيمي باللاعب يحيى عطيه الله انتقل الى الجهه اليسرى باعتباره ظهير ايسر. نصير مزراوي انتقل الى الجهه اليمنى مكان اشرف حكيمي. هنا الجهه اليسرى اشتغلت بشكل كبير مع يحيى عطيه الله. في الدقيقه 77 او 76 يحيى عطيه الله يتحصل على ضربه خطا قريبه جدا من منطقه العمليات وقريبه جدا من الركنيه بالنسبه للمنتخب المغربي. وفي ديك اللحظه جات تغيير للمنتخب، تما جات التغييرات ديال وليد الركراكي، دخول صابيري، دخول حمد الله، خروج سفيان بوفال، خروج نصيري، خروج املاح. يعني التغييرات استثمرها المنتخب المغربي، سجل هدف عن طريق ضربه حره مباشره بالنسبه للاعب صابيري، اولى اهدافه مع المنتخب المغربي. في الدقيقة الأخيرة بعد السيطرة منذ الهدف الأول حتى الهدف الثاني المنتخب المغربي السيطرة بالطول والعرض للمنتخب البلجيكي. المنتخب المغربي كان كيستمد على المرتدات بقيادة حمد الله وبقيادة كذلك يحيى عطية الله وكذلك نصير مزراوي في الأظهرة، إلى أن جاءت الدقائق ما قبل الأخيرة، والدقيقة أعتقد 93 سجل فيها أبو خلال هدف الثاني للمنتخب المغربي ويؤكد الانتصار ويؤكد 3 نقاط ويفتح المجال امام الحلم التاهل للدور الثاني بعد مونديال 86 اللي تاهل فيه المنتخب المغربي في صداره المجموعه اللي كانت كتضم كل من البرتغال والمنتخب البولندي والمنتخب الانجليزي. اذا وليد الركراكي كيف ما قال الجميع في الندوه الصحفيه اللي كتسبق المباراه اننا نديروا النيه، والحمد لله في بعد الندوه الصحفيه قال لهم درتوا النيه وماركينا وسجلنا وربحنا. اذا مجال كبير للمنتخب المغربي انه يتاهل للدور الثاني في المباراه اللي هتجمع بين المغرب وكندا يوم الخميس، مباراه العمر، مباراه التاهل للدور الثاني، مباراه 7 نقاط. اليوم عندنا 4 نقاط، انتصار امام المنتخب الكندي يوليو عندنا 7 نقاط،
وبالتالي سنتصدر وقد نتصدر متصدرين لهذه المجموعة لنتفادى المنتخب الإسباني إذا تصدر مجموعته. من بعد المباراة المنتخب الوطني المغربي كانت مواجهة مثيرة بين المنتخب الكرواتي والمنتخب الكندي. المنتخب الكندي تقدم في الدقيقة الثانية ومفاجأة كبيرة، لكن في نهاية الشوط الأول عاد المنتخب الكرواتي سجل الهدف الأول وسجل الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني سجل الهدف الثالث والهدف الرابع. إذا المنتخب الكرواتي يتصدر المجموعة السادسة ب4 نقاط بفارق الأهداف على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي في الصف الثاني ب4 نقاط، المنتخب البلجيكي في الصف الثالث ب3 نقاط، والمنتخب الكندي في الصف الأخير 0 نقطة. كيف ما قلنا على أن يوم الخميس كاين مباراة المغرب مع المنتخب الكندي، وفي نفس الوقت كاين مباراة المنتخب الكرواتي وكل من المنتخب البلجيكي. إذا حنا ما نتسناوش مباراة كرواتيا وبلجيكا، ولكن نفكروا في مصيرنا اللي هو بين يدنا ضد المنتخب الكندي. في حالة التعادل أو في حالة الانتصار سنتأهل مباشرة بدون النظر إلى هذه المباراة، سنتأهل مباشرة إلى الدور الثاني. الانتصار أمام المنتخب الكندي كيف ما قلت قد يجعل منا متصدرين لهذه المجموعة، يعني إذا ما تأخر المنتخب الكرواتي، إذا ما تعادل أو انهزم أمام المنتخب البلجيكي. إذن هذه خلاصة مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب البلجيكي. انتصار كبير، انتصار أول بعد الانتصار في مونديال 1998 اللي انتصرنا فيه ضد المنتخب الاسكتلندي، لكن المؤامرة البرازيل والنرويج خلتنا أننا ما نطلعوش للدور الثاني. إذن المغرب قد يكون الفريق العربي الوحيد او الثاني الذي سيتاهل للدور الثاني بعد المنتخب السعودي اللي كنتمناو له التوفيق ويتاهل للدور الثاني. اذا قبل نهايه هذه الحلقه ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، بالاضافه الى الاعجاب بهذا الفيديو قلت في الاول، وكذلك ترك تعليق في موضوع هذه الحلقه في الاسفل. كان معكم العمراني علاء الدين من قناتكم علاء الدين كره. يلا سيروا ديروا ابون، يلا دغ